الناس اللي بتسأل على الفتلة وازاي اتعامل فيها او امسكها، انا بقول لك دايما لما تشتغل بفتلة رفيعة كده، ده بيبقى بالنسبة للشعر العريض او الشعر الناشف في بشرة العميل. احنا هنجوز الفتلة كده وهنقعد عقدة من هنا، بحيث ان العقدة دي اقدر اشتغل بيها ما بين سناني، واقدر ان انا بالنسبة لي ما تفلتش من ايدي او ما تفلتش من بقي، بحيث ان هي ما تعورش بقي او ما تعورش شفايفي. اما لو الفتلة بالمفرد او اللي هي فردة واحدة، احنا بنبدأ نشتغل مع العميل اللي شعره خفيف او اللي بشرته مش فيها شعر كتير او ما بيشيلش منها شعر كتير. هنا زي ما احنا حققنا العقدة، طبعا بناخد الفتلة نحطها هنا ما بين سناننا، بنتحكم فيها جامد عشان لو فلتت مننا ممكن تعورنا هنا او تقطع هنا. بنبدأ ناخد الفتلة معانا ونبدأ نمسك الفتلة، نلفها على صباعنا لفة أو اتنين، نبدأ ناخد بصباعيننا دول كده بكده، ونبدأ نلف لفة اتنين تلاتة أربعة، ونبدأ كده. احنا عندنا الاتنين صوابع دول ايدينا لتحت، ايدينا كده لتحت، بنبدأ نحط الصباع الكبير ده هنا، ونبدأ صباعنا ده نبدأ نلم بيه الفتلة من تحت، بحيث ان هو يبقى الفرامل او التحكم بتاع الفتلة ان هي ما تسقطش من ايدينا او ما تسقطش من على صباعنا او ما تسقطش الفتلة من ايدينا. ونبدأ احنا نشتغل بالفتلة بالطريقة دي. بناخد نفس المساحة بتاعت صوابعنا دي، بحيث ان المساحة نفس المساحة اللي يسحبها من الفتلة بقنا بيها ترجع ايدينا تدي نفس المساحة. صباعنا هيبقى ورا العقدة دي، لان هنا الشعر هينام على وش العميل، فلازم الفتلة تكون نفس المساحة بتاعتنا ونفس الشغل بتاعنا، ودي الفتلة اللي في البق تكون مشدودة جدا. بنفس الطريقة هعمل لكم بيها حركة خفيفة وهي فاضية كده، وبرجع تاني افتح ايدي نفس الفتحة بحيث ان العقدة ترجع تاني لحد ايدينا، نفس الكلام ترجع تاني تفتح نفس الفتحة. وطبعا ده كله ايدك مع بقك بيتحرك في الفتلة. هنا هنبدأ هنا نشتغل. والناس اللي بتسأل على شعر الودن بنجيبه ازاي، ببدأ ان انا اجيب كده، طبعا الفتلة هي بالعرض هنا، ببدأ اخد الفتلة بالطول وابدأ ان انا اشتغل الفتلة على وش او على ودن العميل على حسب اتجاهاته وعلى حسب هو هياخد ايه، سواء الشعر من بره او سواء الشعر من بره او سواء الشعر من جوه. المهم دي طريقة الفتلة. طب احنا هنا لو هنعمل الفتلة على وش العميل، سواء هنبدأ من القرة او من الخد، احنا بنعمل ايه؟ الفتلة معانا واخدين نفس المساحة بتاعتنا، بننيم الفتلة على وش العميل هنا، ايدينا دي او صباعنا ده نايم على البشرة، ايدينا دي نايمة لورا، الفتلة بقت معانا بالطول، ونبدأ نسحب ببقنا من الفتلة من الاول للاخر، خدنا نرجع تاني نسحب لحد ورا، خدنا نرجع تاني نرجع الفتلة، وهكذا. اهم حاجة ايديك وصباعك ده نايم معانا على وش العميل او على قرة العميل، ودي مفتوحة معانا بالطول. طبعا بكده اتعلمنا مع بعض او عرفنا مع بعض طريقة مسكة الفتلة، وامتى تكون الفتلة فردة واحدة، وامتى تكون الفتلة مجوز مع بعض، امتى تشتغل مع الشعراية الناعمة وامتى تشتغل مع الشعراية التقيلة بالشعر، ازاي ان انا اتحكم فيها ببقي، وازاي ما تفلتش من بقي او تعورني او الى اخره، ازاي اعرف احطها على الودن، او ازاي اعرف اشتغل بيها في المناطق الضيقة او جوه او بره، وازاي اعرف احطها على وش العميل، وازاي اعرف احطها هنا. طبعا هي مسكة الفتلة واحدة، ازاي انميها على وش العميل وارجع بنفس المسكة بتاعتي تاني. خطواتها سهلة، الفتلة سهلة. في ناس كتير قوي ممكن تبقى فنيين وبقالهم سنين ومش عارفين، او بالنسبة لهم الموضوع تقيل. انا شايف ان الفتلة اسهل وابسط وادفع شيء خالص، لان انا شايفه بسيط جدا، شايف الموضوع سهل جدا وخطواته سهلة. الموضوع كله انك تعمل نفس الخطوات، كرر ولو يكن 10 مرات في اليوم، هتلاقي نفسك اليوم اللي بعده حاجه، اليوم اللي بعده حاجه، اليوم اللي بعده حاجه. تعلم حاجه، ما تسيبش حاجه ناقصاك في مهنتك، كل حاجه ليها قيمه، كل حاجه لها لازمه في مهنتك. شكرا.